لما يبقى المنتج مصري تبقى الزجروطه مصري ولا ايه يا اولاد؟ تعالوا بقى النهارده اقول لكم وصلني ايه من شركه فيجي ترك. النهارده بقى شركه مصريه جت امريكا بتبيع كل منتجات مصريه 100%. تعالوا بقى اقول لكم بعتولي كده حاجه اخدت قلبي. تعالوا بقى ابتدي معاكم. اول حاجه بعتوها العشق بالنسبه للصندوره القلقاس. بصوا المنظر، ايه الباكيجات الحلوه دي. بعد كده باميه، خضار مشكل، بسله، ملوخيه بسله وجزر، فاصوليا خضراء، نيجي للكنز، مانجا وفراوله. لكم ان تتخيلوا ان تجيلكم وانتوا قاعدين مانجا وفراوله مصريه. انتوا متخيلين لو بجد طلع طعمهم زي مصر ايه اللي هيحصل؟ وبما ان انا احب اقول ريفيوي كامل، فانا سهرت وشقيت وتعبت وعملت لكم القشطوطه اللي هتلاقوا طريقتها في نفس الفيديو. وتعالوا نعمل قشطوطه بالمانجا. يعني لو قشطوطه بالمانجا المصري، لا مش هتكلم. يلا بينا متنسوش اللايك والشير. وزي ما قلت منتج مصري يبقى نشجعه بقوة. شايفين التشجيع؟ مفيش تشجيع اكتر من كده. قلت لازم مانجا يعني قشطوطة، وان شاء الله استنوا بقية الفيديوهات. عايزة اقول لكم ان انا مبسوطة جدا ان انا من ضمن الناس اللي بتعمل ماركتنج للبراند ده. مبسوطة جدا 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 لأبعد حد تتخيلوا. يلا بينا نعمل الوصفة ونجرب المنتج في نفس الوقت. اول حاجه انا كنت قاعده كده بالليل في جو صافي وهادي، والجو هادي خالص والدنيا هس على راي عدويه يا ولاد ولا مين كان. قلت بس انا هعمل لهم قشطوطه، بما ان عندي البراند فلازم اعمل بيه قشطوطه. هم قالوا ان المانجا 100% مصري، وفي الحقيقه طلعت 100% مصري على ابوه. اول حاجه انا عملت كيكايه بيسك خالص بسيطه جدا جدا جدا، اللي هي الكيك $. يعني انتوا عارفين انا والكيكه دي عشق. انا ولاد من ساعه ما جيت امريكا وانا حرفيا ما بعملش اي كيك في البيت. هو الكيك ده وجميل اكيد اكيد ملاحظين مدى الانبساط اللي عليه في الفيديو. كمان بغض النظر عن ان انا هاكل مانجا مصري اكيد، بس برضه يا ولاد انا بعمل الفيديو ده واحباب الله نائمين. لكم ان تتخيلوا، عشان تعرفوا الفرق لما بعمل لكم فيديوهات وعيالي نايمين وفيديوهات وعيالي صاحيين. شايفين؟ طب والله طلع فيديو جميل ولذيذ. هنا انا كنت خلصتها، وطبعا بصوا الهايبر، يعني مش قادره اوصل لكم كان عامل ازاي. قمه ان انا اكسايتنج ان انا اجرب بجد فعلا المنتج. كانت بالنسبه لي حاجه حلوه جدا. جيت هنا برضو قلت بس انا برضو لازم اعمل ماركتنج لنفسي. يعني هو جت بالحظ. يعني انا عندي على فكره كواليتي تارجت كريم شانتيه واستخدمته في الفيديو ده، فقلت بس يبقى 2 في 1. هنا على فكره المضرب ده انا للاسف الشديد استخدمت المضرب بتاعي في مكان ما ونسيته في المكان ده خلاص، وده كان مضرب جديد لسه فاتحاه. لكم ان تتخيلوا كميه الهارد تايم اللي انا اخدتها وقعدت. شايفين كميه يعني انا عايز اعرف ليه احنا كستات بجد بنصعب المواضيع على نفسنا. يعني هما جايبين كوبايه مع المنتج يعني واكتشفت انك لما مسكتيش الكوبايه وانت بتضربي هيحصل لك زي ما هيحصل لصندوره الاموره دلوقتي. انا لميت كميه مس اكتر ما انا عملت مجهود في اهو. والله انا مش عارفه، يعني انا مش عارفه اقول ايه. نضفي زي ما وسختي. يعني انا لو عيالي موجودين دايما اقول لهم عملتوا مس تعملوا له كلين اب. ده بص بحاول اداري على الموضوع، وانا يعني المس قاتلني. هنا طبعا بعد ما عملنا الكيكه وطلعت قلت لكم مفيش ابسط ولا اسهل منها بجد. وبما اني افتكرت ما تنسوش اللايك والشير. وهلا هوبا، ايوه يا بنت صندوره شاطره. شايفين؟ بصوا بطلع لكم كميه مهارات يا ولاد وانا قاعده بالليل. يعني البيج بوس اول ما هيشوف هيقول لي على كده انا هنيم لك العيال وسجلي فيديوهات. شايفين فيديوهات طالعه بنفسي ازاي؟ بفضل اقول بس يا بت، بس يا ماما، بس يا حبيبتي، بس يا احباب الله، بس يا ولاد المهم ما علينا، ندخل في الموضوع. هنا طبعا بعد ما خلصتها وعملنا الكريم عباره عن كريم شانتيه وسكر ولبن. لو ما عندكوش يبقى استخدموا الهافي كريم اللي بتتجاب، الهافي ويبنج كريم وريفر اللي هتجيبوها من السوبر ماركت. في كمان ويب كريم على فكره بودره في الويل مارت لو قريب منكم. لو مش قريب عندكم صندوره بتباعها فما عندكوش مشكله. هنا انا حطيت لها
شبيه اللبن المكثف مع لبن عادي وحطيت سكر خلاص. طبعا عايزه اقول لكم بتشرب كميه فظيعه الكيكه عشان توصل لقوام طري وحلو، بتشرب كميه لبن حلوه، وده على فكره بيبقى بالنسبه لنا حلو برضو. خلاص، ما وصفه سهله عايزه تتحكي عليهم، اضرب يعني شقلب واجري، شقلب واجري بامانه بالوصفه دي بالذات. تمام. وهنا برضو طبعا بعد ما ضربتهم في الكوبايه اللي بهدلتني وبهدلت المطبخ كله، وقعدت انضف في الكاميرا وانضف يعني جايبه كريستال كده، كريستال فوق الكابينت، نضفناه. الطرطشه وصلت لبصوا لمصر ورجعت حرفيا يعني مش قادره اقول حاجه، ما دام انا اللي وسخت حاجه يبقى انا اللي هنضفها، ما عنديش حل تاني، ما اقدرش اقول اي حاجه. هنا طبعا احنا فردناهم وزي ما انتم شايفين سويناها بامانه، حاجه سهله جدا. انا قلت بما اني هجرب البراند الجديد، فانا لازم يعني اعمل بقى حاجه بقى، مش لازم اضرب عصير او اعملهم ايس كريم. طبعا انا بالنسبه لي الفراوله هتتحول ايس كريم، ده اكيد اكيد. هنا بقى كنت بفكر ايه اللي احنا ممكن نحطه، وافتكرت فعلا ان انا عندي البراند ولازم استخدمه، وقلت ده انسب فيديو ان انا اقدر اوريكم البراند عامل ازاي. فيجي ترك هي شركة مصرية على فكرة، لسه يدوبك ابتدت جديد في امريكا على حد علمي يعني. وابتدوا على فكرة يجيبوا كل المنتجات وكل انواع الخضار اللي تتخيلوها، وبجد حركة حلوة جدا منهم ان هم جابوا اكتر حاجتين احنا بنحبهم، الفراولة والمانجا، من الحاجات اللي ما كانتش موجودة قوي. واحنا حرفيا طول الصيف قاعدين شايفين بامانة طعمها يا ولاد، كأني باكل مانجا زبدية، مش ممكن، طعمها وريحتها لسه في ايدي لحد هذه اللحظة. بجد برافو عليكم، المنتج فوق الرهيب. مش المنتج ده بس، مش المانجا بس، مش الفراولة بس، منتجاتهم كلها فوق الرائعة، وهعمل فيديوهات وهوريكم قد ايه الحاجة فعلا حلوة. منتج مصري يبقى لازم يتشجع. معاكم قلبا وقالبا، شكرا جدا على الجفت الحلوة ديت، ومبسوطة جدا ان انا كنت جزء من ان انا اعمل لكم ماركتينج. بحبكم جدا، ما تنسوش اللايك والشير، باي باي.